السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ أمر السيد. معانا النهاردة حبة أسرار في السمك. السمك المقلي وصينية السمك، الاتنين مع بعض. ما ازاي نعمل السمك الكبير ده بالحجم الكبير ده ازاي نطلعه طري من جوه وكريسبي من بره، ومن غير كمان ما نقطعوه نختمه، وازاي نعمله تتبيلة تطلعه باللون الروعة ده، اللون البرتقاني، اللون الجميل ده. بصوا شوية أسرار كده وشوية تكات هتودي السمك في حتة تانية خالص. معايا كده مجموعة الخضار بتاعتي، وهي يعني ايه، انا جايبة الخضار اللي انا هشتغل بيه كله: بطاطس، جزر، بصل، فلفل الوان، شطة، جرجير، كرفس. إيه يعني بصوا كله المجموعة اللي هشتغل بيها. جبت كده الخلاط بتاعي، جبت كده مجموعة الفلفل، فلفلاية حمراء ألوان مع فلفلاية صفراء. دول هينقلوا لك التتبيلة في حتة تانية خالص. الفلفل الألوان طبعا انتوا عارفين ان هو غني بالمعادن والأطعمة والفيتامينات، فيتامينات عالية جدا، وكمان بيديلك اللون الجميل جدا للسمك. حطيت كده فلفلة صفراء، فلفلة خضراء، فلفلة بلدي خضراء. حطيت كده كام قرن شطة. حطيت راس توم. حطيت الليمون بتاعي. يعني حطيت كل المنكهات بتاعتي. كمان برضو هحط برضو كرفس اخضر. الكرفس طبعا السمك الكرفس بيديله طعم كويس جدا وغني قوي قوي قوي. الكرفس بالفيتامينات والمعادن، انتوا عارفين الكلام ده اكيد. وجيت حطيت هنا كده معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه سكر، حطيت معلقه بهارات سمك، معلقه هريسه كده زي ما انتوا شايفين، معلقه كمون كبيره. حطيت الكرفس بتاعي اهوت. حطيت بقى حوالي فنجان آه، مستردة. المستردة دي بتودي السمك في حتة تانية خالص خالص خالص. التتبيلة مع الفلفل الألوان بيدوا ألوانات لبعض خطيرة. حطيت برضو بطرف المعلقة كده ربع معلقة بودرة الزعفران. ومسكت بقى وحطيت كده حوالي نص فنجان خل، مع ان المستردة ممكن تغني عن الخل، بس الخل برضو يعني ايه، بيخلي السمك جميل، وخصوصا في التتبيلة. التتبيلة بس مش هنقعه فيها. مسكت السمك كده من بره وجوه، هكتر له التتبيله بقى المره دي. انا عايزاه باللون البرتقاني اللي انتوا شفتوه بيه ده كده، واخليه كده هياكل في ملحه من غير ما شققه من الظهر ولا ختنه ولا فتحه ولا كلام من ده. لان ممكن برضو اللي تفتح الظهر ده برضو برضو بيخلي السمكه تديها طراوه شويه. فانا النهارده هعمله من غير ما افتحه في ظهره ولا الكلام ده. ليه بقى؟ انا عايزاه ناشف معايا، لان انا عندي ناس هقدم لهم السمك ده، فمش عايزاه طري، هو حجمه كبير. الاربع سمكات دول يا جماعه، التلاته اللي في ايدي دولت يبقى 3 كيلو. 3 كيلو بالتمام. انا جايبه الحجم الكبير ده سمك نيلي، سمك جميل جدا. انا جايباه مش من السوق عادي كده، لا انا طبعا جايباه من اسواق فتح الله. بس يعني السمك اسواق فتح الله طبعا حاجه عندهم بتبقى يعني فيها مصداقيه شويه. يقول لك سمك نيلي يعني سمك نيلي، سمك بحاري يعني سمك بحاري، مزارع يعني مزارع. يعني مش بيقولوا غير الحقيقه. شايفين كده بقى الالوان؟ شايفين التتبيله شكلها عامله ازاي؟ تحفه التحفه. حاجه كده وهم. حتى لو كلت بيها اي حاجه، يعني مثلا لو ملحت بيها بتنجان، لو عملت بيها اي حاجه، اشتغلت بيها اي حاجه، هتطلع معاكي ممتازه. جيت كده بقى مسكت بعد ساعه. ممكن تسيبي التتبيله دي في السمك من نص ساعه لساعه. مسكتها عفرتها بالدقيق كده زي ما انتم شايفين. المره دي بقى انا عامله بالدقيق، ما عملتش بقى بالخلطه ولا كلام من ده. ومسكتها كده يعني اسيبها كده في دقيقة شوية. وعلى مقدح الزيت هغطيها كده تغطية كاملة، ومش هحط دقيق في البطن. ليه بقى؟ انا مش هحط كمية زيت كبيرة، فهخلي يا دوبك بس الدقيق يغطي من بره. معلش بقى يا جماعة، انا اسفة ان راح مني مقطع القلي السمك، لان التليفون سخن و... والمقطع ده اتحرق مني، فانا اسفة. انا كنت نفسي اجيبه لكم وانا بقليه، لان برضو ليه خطوات في القليه، ان انا اخلي احتفظ بالزيت، اخليه مقلي، اخليه اسفه مغلي على طول. لما اجي احط سمكيه ما احطش كله مع بعضه، احط واحده بواحده، ولما تاخد السوا احس انها خدت السوا ونشفت كده في زيتها، او مسكت نفسها، احط التانية. معايا الرز كده، انا حمرت بصلايه، اديت لها اللون اللي انا عايزاه، اللي انا على حسب ذوق انا. وشوحت فيها الرز، وبعدين نزلت بالرز شوحته. نزلت كده عليها بمعلقتين كرفس، معلقتين جزر، معلقتين من التتبيله بتاعتي. هتنقل لي بقى لون السمك وهتخلوني ممتاز زي ما انتم شايفين كده. شايفين اللون الذهبي الجميل ده؟
بصوا حبة رز بصراحة هيطلعوا جمال 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 جمال، مختلف شوية عن الرز التاني اللي احنا بنعمله كالمعتاد. هنا كنت انا قليت السمك اللي انا والله كان نفسي اوريه لكم، بس للاسف يعني غصب عني ما رضيتش ابوظ الفيديو كله عشان خاطر قلي السمك، كان ممكن ما انزلوش. هو معايا بقاله كام يوم وعايزه انزله ومحتاره اعمل فيه ايه، فقلت هنزله كده واقول لكم انا اشتغلت فيه ازاي. هاجي كده على صينيه البطاطس بتاعتي بالسمك. طبعا في ناس تستغرب ان انا بعمل بطاطس بالسمك البلطي، ده بيبقى جميل ممتاز ممتاز فوق الممتاز. جيت كده جبت بصلايه بيضه على بصلايه حمراء، اللي هو البصل بتاعنا العادي اللي هو البلدي، ونزلت بيهم كده اللي كله قطعتهم. وطبعا طعم البصل الاحمر على الابيض بيدي ميكس جميل جدا مع البصل مع الفلفل. عملت كده الفرش بتاعي كده، حطيت مقدار من الزيت بحيث ما يلزقليش الخضار، او احفظ بيه بين اعزل بيه بين الصينيه وبين الخضار. قطعت البطاطس برضو شرايح متوسطه، بحيث يعني تبقى اللي ياكل منها يعني ما يلاقيهاش رقيقه قوي، بتبقى زي صينيه البطاطس كده، بتبقى محمله زي صينيه البطاطس بالفراخ. ونزلت كده بالمكونات بتاعتي، ونزلت بمقدار من الجزر. انا كل ده انا بعلي القيمه الغذائيه للبطاطس والسمك، عشان الاولاد اللي ما بتاكلش الحاجات ديت بتستفيد بيها في الصينيه. ونزلت بقى كده نزلت بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهنزل بشرايح الليمون وفلفله بلدي كده كنت مقطعه زي ما انتم شايفين، مع قرنين شطه حاميين، مع شويه كرفس. وحطيت شويه زيت من فوق الوش كده، لمعت الصينيه كويس. مقدار الزيت ده لو زودتيه شويه بيبقى ممتاز. وقفلت الصينيه ودخلتها الفرن. هنا كنت انا خلصت مكوناتي. انا برضو طبعا مش عايزه اجيب تفاصيل اكتر من كده عشان الوقت. هنا بقى شايفين الرز الشطرة شكله عامل ازاي، انا مرضتش اقلبه على النار عشان اوريه لكم. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان الكهرباء بتقطع كتير جدا اليومين دول، فالواحد يعني بصراحه بيقابله مشاكل كتير قوي في التصوير. بيبقى الواحد عايز يطلع حاجات احسن من كده، بس للاسف ما بتظبطش معاه. هنا صينيه البطاطس بتاعتي شايفين الجمال والطعمه، والله العظيم اجمل صينيه سمك هتاكلوها هتقابلوها. بصوا شوفوا اللحم من جوه عامل ازاي. بس اللحم السمك ده مختلف شوية عن السمك اللي هو بيبقى في السوق، لأنه بيبقى مكبس كده في بعضه ومفصص كده، يعني بيبقى حاجة كده جميلة. امسك كده بمسك انا كده باخد من الصوص اللي تحت بلمع بيه السمكية من فوق. طبعا الكاميرا والله يا جماعة ظالمة الأكل. الصينية دي طلعت بصوا طعم اللهم بارك اللهم بارك، حاجة كده هتدعوا لي عليها والله. اللي هيجربها يدعي لي عليها، حاجة كده جميلة، هتديكي طعم وهتديكي لون وهتديكي أي حاجة أنت نفسك فيها. فتمنيت لولادك، هتديكي بصي أولادك هيحبوا السمك. لو مش بياكلوه مقلي هياكلوه في كده، لو مش بياكلوه بصوا الشكل نفسه هيجذب الأولاد. شايفين بقى السمك بتاعي بقى طلع هو انا خدته بتتبيلته بهرته بالدقيق، ما شلتش التتبيله من عليه. طلع لي بقى باللون اللي انتوا شايفينه ده، بيدي على برتقان تحفه جميل جدا. وكمان برضه ولا اتحرق في الزيت ولا اي حاجه، وزي ما هو حافظت على شكله وجماله وقلبه من جوه، وحافظت على التتبيله طريه من جوه ما فيهاش اي حاجه. وهنا كده كنت انا عامله شويه بتنجان شاورما قليهم بالشكل ده مبخراه. ان شاء الله هبقى انزل معاكم في فيديو تاني اوريكم بقى انا بعمل البتنجان شاورما ازاي، وازاي ممكن تعمليه كده لوحده تقدميه كوجبه او كاكله. بصوا حاجه اللهم بارك، حبه سلطه بلدي كده زي ما انتم شايفين، وادي الرز بتاعي اهوت. بصوا كل الاكل بيتكلم عن نفسه، كلون كطعم هقول ايه بس والله يا جماعه. لا، اللي هيتبع الخطوات ديت هياخد نتيجه ممتازه ممتازه ممتازه، مفيهاش اي افتكاسات.